اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد، فيديو جديد وقضيه هويا مستار واطوار ومستجدات المحاكمه ديالها اللي غادي كل يوم فيها هو اليوم الفاصل للنطق بالحكم النهائي في قضيه هويا مستار. في انتظار ذلك غادي نعملوا واحد التحليل متواضع على صك الدفاع اللي بنات عليه الاستاذه خديجه الركاني. غنتكلموا على الشهاده الطبيه اللي يشاع ويروج على ان الطبيبه ديال هويا مخرجات ودلات بها، ومدى تاثير هذه الشهاده على مسار القضيه، واش كاين شي تاثير ولا ما كان. غير هو باش التحليل ديالنا يكون ذو مصداقيه وعنده واحد الارضيه، كان ولا بد على انني نرجع بالوراء وناخذ واحد الفكره عامه على الاستاذه المحاميه خديجه الركاني، على المبادئ اللي كتدافع عليها. شوفوا فعلا واش كاين شي تطابق ما بين المبادئ ديالها وما بين هذه القضيه اللي هي مكلفه بالدفاع فيها على المسمات عائشه الصريبي. ان اللي معروف هو ان مهنه المحاماه في الجوهر ديالها هي رساله، ورساله نبيل. المحامي اللي كيمارس هذه المهنه ولا بد كيكون تاثير ديال المبادئ ديالو وديال القيم اللي كيدافع عليهم على المسار العملي ديالو. هما جوج ديال الحوايج اللي ما يمكن لهمش يتفارقوا، وحده شاده في الاخرى. هذا هو اللي كيخلي محامي مميز عن محامي اخر. فيكم مع الحوار ونتلاقاو من بعد. انا بعد اولا هذه الحالات اللي كاينه في مواقع التواصل النيابه العامه خصها تتحمل مسؤوليتها وخصها تدخل وخصها توضح حد لهذا الشيء، لان القانون عنده بعد تربوي وبعد بيداغوجي. ديما كنقولها، اذا هي هذه الحالات وهذه مواقع التواصل تهدي من البعد البيداغوجي للقانون من ما كيطبقش، بالاضافه الى انك تهدم قيم وثقافه اللي ايجابيه داخل المجتمع ديال احترام الوالدين. اولا مساله ديال التربيه والعلاقه داخل الاسره، وان ما يكونش العنف ما بين الوالدين، لان ملي كيتباناليزا وكتولي عاديه مساله ديال العنف ما بين الوالدين وعدم الاحترام ما بيناتهم، كتولي شي حاجه اللي مسموح بها، يعني سي اوتوريزي بور لي زونفون، سي اوتوريزي. ديجا ردوا البال لهذه المساله، ردوا ليها البال جدا، وان هاد الابناء نعلموهم قيم ونجلسوا معاهم وناخذوا لهم من الوقت اللي كيقضيوه في مواقع التواصل. شوف حنا لا جينيراسيون ديالنا طبعا كاين حالات استثنائيه، ولكن حنا دزنا كما كيقولوا والدينا، دزنا في الضوء، دزنا في الضوء، دزنا في النور. حنا بالنسبه لنا الوالدين مقدسين. اذا اصلا بعدا هذا الشيء داخل مثلا داخل الاسره وحتى في المدرسه ركزوا على هذه المواضيع هذه، وكذلك محاربه ديال المخدرات والتاثير ديال المخدرات خصنا نتابعوه. ما كيكفيش اننا نعاقبوه وندخلوه السجن، ولكن راه كاين تاثير ديال المخدرات خاص انسويضا، ولكن عندنا انعكاس على اطفال، لان هاد الاطفال بغينا ولا كرهنا راه كيتعرفوا من خلال هاد الملفات، ونغلبوا المصلحه الفضلى ديال هاد الاطفال. كذلك يعني القانون يكون صارم ويكون متشدد، وان هذا الشيء اللي في مواقع التواصل نوضعوا ليه حد، وكذلك يعني المجتمع المدني. جميل اننا نسمعوا هذه الافكار وهذه المبادئ تقولهم استاذه محاميه، لانه كيف ما كنعرفوا سبق وقلت المحاماه هي مهنه اللي عندها رساله ورساله نبيله في احقاق الحق واعلاء صوت الحق. الاجمل من هذا الشيء كله الا كان هذا المحامي هذا كيطبق هذه المبادئ وكيبلورهم وكيسقطهم على ارض الواقع وكيعتمد عليهم في دراسه قضايا اللي كيكون مكلف بها وموكل عليها. غادي نشوفوا حقيقه واش هاد النقاط اللي تكلمت عليهم الاستاذه واش كينطابقوا مع الظاهره ديال هويا مستار اللي هي مكلفه بالدفاع. تكلمت الاستاذه على القضيه ديال عقوق الوالدين وركزات على الاهميه ديال هذه النقطه اللي خصها تحارب، لانها كتشكل نقطه سوداء في الجانب التربوي والاخلاقي ديال الاطفال وديال الناشئه. المقابل ادله كثيره ومنتشره على عقوق اللي كانت كتمارسه هيام على الام ديالها، كانت كتخرج وكتسبب الكلام النابي ما خطر ما جوج. طبعا كاين بزاف ديال الفيديوهات، ولكن انا غنكتفي وغنحط واحد المقطع صغير. امي يا ولدي سيري بحالك صافي، امي ماشي سوقك، دخلي سوق راسك. شوفي سمعيني دخلي سوق راسك باش ما نبقاش نتخسر الهضره. شوفي سمعي امي، سمعي امي باش ما نتعصبش ونسبك. تعاملي معايا زوين كما كنتعامل معاك زوين، ما سوقك. امي قطعي، امي سيري بحالك، امي فيقتي ليا ولدي راه ما كتعجبنيش، راه كتبغي نسبك، سيري بحالك. المقاطع كثيره اللي كتشهد على عقوق اللي كانت كتمارسه هيام على والديها، وبالاخص على الام ديالها اللي كانت دائما كتنعتها باسوا النعوت. اكدتي وتكلمتي على ضروره محاربه الادمان والمدمن بطريقه مباشره، واكدتي على ان السجن ليس بعقاب كافي. ومع ذلك كنشوفوا ان الحاله ديال هيام لا اكبر دليل واكبر مثال على انها مدمنه، لا اكثر كتنشر الاسماء ديال المخدرات وما خطره ما جوج لمحات على انها ملي كتخدر كتكون في حاله مزيانه، يعني كانها كتشجع وحدين اخرين على انهم يتبعوا نفس المسار ديالها.
وهذا راه تحريض على تناول المخدرات. تكلمتي ايضا على نقطه ديال اعطاء الافضليه والاسبقيه لمصلحه الاطفال. يا ترى الاطفال ديال هويا مسطر من هذا الشيء كله ما عندهمش الحق على انهم يتمتعوا بهذا المبدا اللي انت كتدافع عليه استاذه؟ الاطفال ديال هويا مسطر اللي كيعيشوا العذاب واللي تبت يعني بتقرير ولا بلا تقرير على انهم كانوا معنفين وكيعيشوا حياه الدمار، واش هذا المبدا اللي انت كتدافع عليه ما يصراش عليهم لمجرد انه هي الموكله ديالك دوك الاطفال ولاو خارجين من الدائره ديال الاطفال اللي كنتِ كتدافعي عليهم فيما سبق؟ نجيو دابا للنقطة المهمة في هذا الشيء كله ديال أنكِ أكدتِ ونددتِ بالدور الفعال والمهم ديال القانون باش يكون صارم لمحاربة التفاهة وناشري الفساد، لو بالأكثر من ذلك أشدتِ بالدور ديال المجتمع المدني واللي بين قوسين هو الجمعيات، في حين أنه الدفاع ديالك على الموكلة ديالك كان مبني أساسًا على مهاجمة هاد الجمعيات وعلى الشكليات وعلى كيفاش قدموا الشكاية، واش عندهم الحق يقدموا الشكاية، مع أنك أكدتِ على أنه هاد الجمعيات مجتمع مدني عندهم دور فعال باش أنهم يكونوا شاركين للسلطة ديال القانون باش يتخذوا الإجراءات اللي في صالح المجتمع العام وفي الصالح ديال الأطفال بالخصوص، بما أنهم جمعيات لحماية حقوق الطفل وهي من انتهكت حقوق الأطفال ديالها بشكل مباشر وطيلة سنوات طويلة. وصلت الكلام الصك ديال الدفاع اللي بنيتي عليه الكلام ديالك باش تدافع على الموكله ديالك لا يتطابق نهائيا ولا بشكل من الاشكال مع المبادئ اللي كنتي كتكلمي بها واللي كنتي كتصرحي انك كتدافع عليها، والمحامي والمبادئ ديالو هما وجهان لعمله واحده، ما يمكنناش نقولوا كلام ونطبقوا كلام اخر ملي كنعالجوا قضيه من القضايا. واخا بزاف ديال الناس غيقولوا لي لا وهي كديري خدمتها وهي محاميه مضطره على انها تدافع على الموكله ديالها، غنقول لكم هنا فين كيبان الفرق بين محامي ومحامي. هاد الاستاذه هذه خرجت وتكلمت بواحد المبادئ وبواحد الخلفيه وبواحد الاسس اللي هي كتعتمد عليها في الحياه ديالها العامه، وبالتالي خص يكون اسقاط ويكون تطابق بالكلام ديالها مع الفعل اللي كتمارسو هي مهنه المحاماه، والا غادي يكون خلل في شي بلاصه، غتكون شي حاجه ماشي هي هذيك، شي حاجه ما راكباش. مهنه المحاماه هي بالاساس عباره عن مبادئ وعباره عن جوهر الدراسه ديالها كتبنى اساسا على هاد جوج ديال النقاط. المحاماه قبل ما تكون مهنه هي رساله، ورساله نبيله الى احقاق الحق واعلاء صوت الحق مهما اختلفت الظروف ومهما تغيرت المعطيات، تكون مبادئ ثابته لا نحيد عليها. هذا هو اللي كيميز محامي على محامي اخر. نجيو دابا نتكلموا على الشهاده الطبيه، وغنسطر على بسطر احمر شهاده طبيه ماشي خبره طبيه، لان الخبره شكل اخر ومنهاج اخر وحاجه اخرى ما عندها حتى شي علاقه بالشهاده اللي دلات بها، او بالاحرى اللي يشاع ويقال على انها دلات بها المحاميه ديالها، لانه انا شخصيا ما شفت حتى شي حاجه، ولكن غادي نبني التحليل ديالي على الكلام اللي صرحت به الصحافه وهما يتحملوا المسؤوليه ديالو. خبر اللي كيقول بان الطبيبه اللي متابعه الحاله ديال هي من سنوات طوعات وهي مشات دلات بواحد الشهاده واخا ما طلبها منها حتى شي واحد، شهاده اللي كتقر فيها على انه هي تعاني من اضطرابات اللي كتخليها تكون غير مدركه وانها غير مؤهله تماما لتربيه الاطفال. حتى لهنا النقطه ونرجعوا للسطر، ملي هاد السيده كيف ما كتعترف وتقر على انها غير مؤهله باش تربي دوك الوليدات، علاش سكتي هاد المده كلها وما تقدمتيش ببلاغ ولا بشكايه ولا غير اعلام للجمعيات المختصه بحمايه الاطفال وانت على درايه على ان القانون راه كيخول لك هاد الصلاحيه، بمعنى انت شفتي ان هاد الام كتشكل خطر على الاطفال ديالها ومع ذلك ما قدمتيش يد المساعده باش تحمي الاطفال، وهنا راه كيخرقتي القانون في واحد النقطه اللي هي مهمه ديال عدم تقديم مساعده للاطفال ولا القاصر في حاله صعبه. هاد السيده بانت لك بانها غير مؤهله، علاش خليتيها تصل وتجول في السوشيال ميديا وما عمرك خرجتي وصرحتي بهذا الكلام هذا وقلتي بانه هاد السيده راه كتشكل خطر على الناشئه؟ هاد الشهاده ولا هاد التقرير علاش بنيتي وشحال مده الصلاحيه ديالو؟ لانه حنا كنعرفوا مزيان على انه اي شهاده سواء كانت اداريه ولا طبيه عندها واحد المده اللي كتكون سريه المفعول من موراها ما كتبقاش. هاد السيده قلتي بانه انت عامل وانت متبعه الحاله ديالها ومع ذلك ولا مره سمعناك خرجتي وخليتي المسؤوليه ديالك. شخصيا من وجهه نظري المتواضعه كنقول ان هاد الشهاده ما غادي تزيد ما غادي تاخر في مسار القضيه لسبب بسيط، ان النيابه العامه عندها من الحكمه ومن الفطنه ومن الذكاء من التمييز للحالات اللي كيكونوا واقفين قدامها، والا كانت غادي تطلب الخبره الطبيه من اول يوم تعتقلت فيه هيام. علاش النيابه العامه ما مشاتش لهذا الطريق هذا؟ لانهم شافوا نوعا ما لان السيده يعني عندها واحد النسبه ديال الادراك واحد النسبه ديال الوعي، خصوصا في طريقه السرد ديالها وفي طريقه الممارسات اليوميه وروتينها اليومي اللي بعيد تماما على وحده اللي مهزوز على القلم كيف ما كان. الاضطرابات النفسيه والاكتئاب راه العالم كله كيعاني من هاد النقاط هادو، ولكن هاد الشيء ما كيعفيهش من المتابعه،
ممكن في بعض الحالات يقدر يخفف من الأحكام، ولكن هذا ما كيمنعش على أنها مسؤولة على جل التصرفات ديالها، وعلى أن التهم اللي هي دابا لاصقة بها هي حوايج اللي دارتهم وتا شي حد ما دارهم ليها، دارتهم بيديها هي بكامل قواها العقلية، وكانوا عندها أهداف من مور داكشي اللي كانت كدير، والهدف الأساسي هو أنها تجمع المشاهدات وتجمع الفلوس كيف ما كتصرح به. يعني هاد الشهادة، وهذا من وجهة نظري طبعا، ما غادي تأثرش نهائيا على مسار القضية، خصوصا أن النيابة العامة طالبات بإغلاق القناة، وحنا هذا هو الهدف ديالنا من الأساس. الهدف ديالنا هو أن دوك الأطفال يتنقذوا من ديك الأم النرجسية والمدمنة، وديك القناة تسد لأنها تنشر الفساد. أما مسألة السجن ولا عدم السجن، هذوك تخصصات وتوجهات ديال الناس اللي مسؤولين بالقضاء، هما اللي كيعرفوا الصالح العام وكيعرفوا ما فيه خير. وحنا كنا دائما كنقولوا وكنأكدوا على أن السجن ليس في علاج ودواء لهاد الآفات اللي كيعاني منهم المجتمع. هاد المفسدين على العكس هما تيقلبوا على الحبس باش يضربوا البوز، ومنين يخرجوا يعاودوا يكملوا العمل ديالهم. وراني حطيت لكم في أدلة فيما سبق، يعني في الفيديوهات ديالي، دليل على أنه هاد هي مسطر بيدها كانت كتسعى باش تدخل للسجن، وكانت باغيه هاد البلبله هادي، وكانت باغيه يتم اعتقالها وعادي تدوز عام عامين ما عندهاش مشكل، على اعتقاد منا على انها طريقه للبوز، وانها غتخرج وغتكمل المسار ديالها، وان الاعتقال او هذا المحتوى ديال الاعتقال راه خدمه غتعاود تخدم به كيف ما خدمت بالاطفال وبالقضيه ديال المدونه والنفقه اللي تبت وبان على انها كل شيء كذوب في كذوب. هي راه كانت كتمثل بالمدونه وكتمثل بان ما شاداش النفقه، في حين انه تبت على ان السيده تمتعت بجميع حقوقها، وعلى العكس المحكمه خدات ليها كثار من حقها، حكمات على الطليق ديالها بمبلغ كبير، ومني ما قدرش يخلصوا دوز فيه السجن. يعني المحكمه والقضاء الاسره دار العمل ديالو، ولكن هي كانت مصره على انها تخرج وتمثل. هنا كتقولوا لي ان السيده مريضه. على ذلك هذه الطبيبه هذه اللي خرجت ودلات بهذه الشهاده هذه، واللي كتشهد على راسها على انها متبعه هي من مده طويله، وشفناها فعلا في واحد اللايف خرجات دارته من الدار ديال الطبيب. وانا شخصيا كنت من بين الناس اللي شككنا واش بصح هذيك الطبيبه. جاتني غريبه جدا على ان الطبيبه تستقبل المريضه ديالتها عندها في الدار، خصوصا المريضه اللي مشوهه في السوشيال ميديا واللي كترتكب الفضائح وكتضرب في البلاد وفي المؤسسات والى اخره. هنا العلاقه كتعدى بين طبيبه ومريضه، وبالتالي الشهاده ديالها ما كتكونش فيها الحياديه وما كيكونش فيها الانصاف، لانه كيكون تحيز وميلان وعاطفه تميل الى جهه ما، ربما تعاطفا، ربما كاينه شي مصلحه مشتركه، ربما كاينه شي حاجه حنا ما كنعرفوهاش. وبالتالي القضاء هو اللي عنده الاحقيه على انه يطلب الخبره الطبيه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالشهاده الطبيه، لانه الشهاده كيف ما كنعرفوا سواء كانت اداريه ولا طبيه راه عندها واحد الصلاحيه، واحد المده ديال سريان المفعول، يعني عندها واحد الوقيته وكتسالي. وانت كتقولي انه هاد الشهاده راه دات هذه عامين، اذا راه المفعول ديالها راه سالا من شحال هذه. وبالتالي انا شخصيا، وهذا طبعا منظوري انا المتواضع، هذه الشهاده هذه لن تؤثر في مسار القضيه، واذا كانت غيكون شي تاثير فراه القاضي اكيد غيطلب الخبره الطبيه، وهي اللي غادي تكون الفاصل وغادي تكون يعني الحدث الاخير، في انتظار ان القضاء يكون الكلمه ديالو اليوم سواء بالحكم النهائي ولا المطالبه بالخبره الطبيه. نحن في الانتظار، واكيد غنواكبكم بالمستجدات. حتى لهنا غادي نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو اخر.